صباح الفل. تعالوا اوريكم حاجه حلوه النهارده. 17 مارس 2012 ذكرى هتفضل موجوده جوانا. نياحه العظيم من بين البطاركه البابا شنودة الثالث. وقت ما كان موجود ما كانش فيه اتنين يقدروا يختلفوا على شخصه. كان مثقف، كان عطوف، كان حنين، كان محب، كان من ضمن اصدقائه شيخ الازهر. لما راح اليوم 17 مارس عايزه اقول لكم ان الدنيا اتقلبت. محطه الدمرداش وغمره كانت من المحطات المكتظه بالناس علشان نروح نلقي نظره الوداع عليه. فكره وجود بابا بعده كانت صعبه ان احنا نتقبلها، بس لما جه البابا تودروس حبيناه بحكمته ورشده وعقله. البابا شنودة كان فاتح بابه للجميع، ما كانش فيه حد يقدر يخبط على بابه الا ما يشوفه. اتعلقنا بيه علشان من اول ما اتولدنا كان موجود معانا، عاش معانا سنين طويله جدا. مره راح في رحله علاجيه قعدت 4 شهور. لما رجع عملنا له حفله كبيره قوي قوي قوي. الجميل ان احنا عندنا في امريكا شارع باسمه. متخيلين؟ شارع باسمه، شارع باسم البابا شنودة. الشارع ده في كاليفورنيا، تحديدا في سيتي اسمها كوفينا. كنيسة جنبه مميزة جدا اسمها سان جون. مفيش مرة جه كاليفورنيا الا لما زار الكنيسة دي، لان كان من احبائه جوه الكنيسة ابونا اغسطينوس. كنيسة حلوة قوي. وادي الشارع كله، ادي شارع باسم الجميل البابا شنودة الثالث. 17 مارس هتفضل ذكرى محفورة. مسلمين ومسيحيين زعلوا عليه وودعوه في صلاة الجنازة الخاصة بيه. كل سنة وانتم طيبين ودايما بيشفع عننا. صباح الفل.